دخول المدارس يا بنات وعايزه اشتري جبن، عشان تنزلي تجيبي جبن هتتصرفي لك قد كده. فقلت بقى يا بت يا مسك طلعي صدر الفراخ اللي عندك واعملي شويه ناجتس للاطفال، حاجه كده خطيره. بصوا، لا فيها مواد صناعيه وضامنه جودتها، وعارفه اللي موجود في الناجتس ده فراخ ولا لا. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا يا بنات بقى نعملوا شويه ناجتس كده تخزين في الفريزر للاطفال. يلا بقى نسموا الله ونصلي على رسولنا الكريم. بصوا بقى يا بنات، انا معايا صدر فرخه كده محترم. تمام تمام. لسه طالع من الفريزر، سيبته يتفكك شويه، وهبدا كده يا بنات هحطه في الكبه واقطعه حتت صغيره عشان اضربه في الكبه وانعمه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا حسيت ان الحته دي تخينه شويه فبدات اقطعها مكعبات بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. عايزاك يا ست الكل اول ما تشوفي الفيديو بتاعي تصلي على رسولنا الكريم، دي الامانه اللي بيني وبينكم. واول ما تشوفي الفيديو تحطي لي لايك من ايديك الحلو، هتصلي على رسولك الكريم الاول وتحطي لي لايك من ايديك الحلو. بصوا بقى يا بنات كده قطعت الفراخ. تعالوا بقى ايه نضربوها في الكبه مع بعض كده، ولو عندك مفرمه اتكلي على الله واعمليها. خلاص كده يا بنات، انا معايا يا بنات نص كيلو مكرونه انا سلقاه. تمام كده تمام. بعد ما مسكت الفراخ نعمتها وخليتها قشطه بيضه، حطيت المكرونه عليها وهبدا انزل بثلاث مكعبات ماجي يا بنات، وهبدا انزل بمعلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر. نبدا ننزل يا بنات بمعلقه بهارات فراخ ومعلقه قرفه ومعلقه فلفل اسمر ومعلقتين ملح ومعلقه كبيره لبن بودره. تمام كده. هتقلبي بقى الخليط ده كويس جدا، تخلي كده البهارات تدعك كويس، ادعكيها كويس مع المكرونه والفراخ. وتبداي بقى تجيبي كبتك وتحطي شويه صغيرين بشويه صغيرين عشان ينطحنوا كويس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي يا بنات. بقت كلها عباره عن كوره او عجينه. تمام كده يا بنات. هبدا اجيب كمان شويه خليط من اللي انا عاملاه ده، وهبدا برضو اطحنه في الكب وانعمه خالص يا بنات، نعمه خالص بحيث المكرونه والفراخ تبقى حاجه واحده بالطريقه اللي شايفينها دي. ما شاء الله تبارك الرحمن، هو دلوقتي النتيجه بتتكلم عن نفسها. بصوا بقى يا بنات، في ناس بيعملوه بالبطاطس وانا مش حابه بالبطاطس خالص بصراحه. انا جربته مرتين بالمكرونه كانت عجباني قوي، لكن بالبطاطس تحسي ان البطاطس طريه من جوه كده وتحسي ان انت بتاكلي حاجه بتلوز. اما المكرونه يا بنات عطتني احساس ان انا فعلا جايباه من بره زي بتاع الشركات بالظبط. انا عجنته كويس جدا يا بنات بعد ما ضربته في الكبه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. تمام كده. والماجي يا بنات اتاكدوا ان انتوا فرفضتوها كويس لان بتبقى فيها حاجات، ويا ريت تكون ماجي بودره لو عندكم يعني. هنجيبه بقى كيس تلاجة هنفتحوه كده يا بنات ونديله مسحه زيت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الكيس التلاجة مهم جدا في الخطوه دي لان هو بيسهل لي عمليه الفرد بتاع الناجتس. هبدا كده افرد بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كانك بتفردي عجينه بالظبط بكل سهوله. بصوا يا بنات فردته بكل سهوله بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. شويه الزيت يا بنات بيسهلوا عليكم العمليه، بيخلوا العجينه تتزفلط منك كده وتبدا تتفرد كويس جدا. على قد ما تقدري تبداي تساوي الوش. خلاص كده يا بنات سوينا الوش وخليناه فله. معايا بقى الكريسبي، الكريسبي ده يا بنات بيتجاب من عند اي عطار. انا جايبه نص كيلو كريسبي. تمام تمام. معايا بقى يا بنات كوبايه لبن. تمام حليب. هتحطي عليهم بيضتين وشويه فلفل اسمر وشويه ملح. دي بهارات عندي يا بنات، فلفل اسمر على ملح. هحط بقى البيضتين بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. هتبداي بقى تقلبي كويس البيض مع اللبن والملح لحد ما تحسي ان الخليط بقى كله متجانس مع بعضه. خلاص كده احنا جهزنا الكفر بتاعنا، جهزنا خليط البيض واللبن. نبداوا بقى نقسمه ونقطعه الناجتس بالطريقه اللي تريحكم. بصوا يا بنات كل واحد ليه طريقه وليه مزاج. انا بحب اقطعه مربعات، في ناس بيحبوا يقطعوه صوابع، في ناس بيحبوا يجيبوا له اشكال قلوب ويبداوا يقطعوها. فانت براحتك بقى شكلي وبدعي، بس انا عطيت لك المعلومه وانت بقى براحتك يعني ظبطي.
هبدأ بقى احط الناجتس بتاعي في الخليط بتاع اللبن والبيض، وابدأ احطه في الكريسبي. بصوا بقى يا بنات، انا والله العظيم ما دخلتهوش الفريزر، والله يا بنات ما دخل الفريزر، بس ما شاء الله تبارك الرحمن متماسك معايا، تحركيه يمين وشمال ما يتكسرش منك. بصوا يا بنات، والله اشتغلت عليه على طول وما دخلته التلاجة. انت لما تعمليه بالطريقه اللي انا بقولك عليها ديت، والله العظيم يا بنات هيبقى تحفه. اهم حاجه بس في معلومه احب اقولها لكم، لازم المكرونه تكون مسلوقه وبارده، بارده يعني لازم تكون مصفيه الميه اللي فيها خالص. بصوا بقى يا بنات، لما خلصت بحطه في خليط اللبن والبيض واحطه في الكريسبي والموضوع انتهى. لو انت ما انتش حابه الكريسبي يكون خشن، ممكن تضربيه في مضربه الخلاط بتاعتك، نعميه شويه. تعالوا بقى شوفوا الكمية يا بنات معايا، الكمية تحفة جدا، خطيرة، كمية بزيادة بنات، حاجة كده عسل عسل. جربوه هيعجبكم جدا، ومش هتحسوا ان انتوا فعلا عاملينه في البيت، لا والله هتحسوا ان انتوا جايبينه من بره. بس اهم حاجة ضامنة نظافته، وتاني حاجة انت عاملاه في البيت وحطاله قيمته الغذائية لأطفالك، يعني انت حاطة حليب، بيض، حاطه فراخ فعلا، لكن بره انت ما تضمنيش هو محطوط فراخ ولا لا. المكرونه يعني في بروتين، في نشويات، تمام، في كل العناصر الغذائيه اللي طفلك ممكن يحتاجها، وكمان ضمناه في البيت. جربوه ان شاء الله، ثقه في الله هيعجبكم. ولما تعملوه وتجربوه بالله عليكم ادخلوا اكتبوا لي كومنت حلو. بصوا بقى يا بنات، كده الكميه بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن، كيلو وربع ناجتس يا بنات، ما شاء الله. عايزاكي بقى يا ست الكل، لو انت واقفه عند الجزء ده يا ريت تحطي لايك من ايديك الحلو. اما انت لو لسه شايفه قناه مسك جديد، يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس. تعالوا بقى يا بنات بقى نجربوا مع بعض كده تلات حتت ناجتس كده، نشوفوا ايه اخبار الطعم، ايه اخبار الوضع، مقرمش كريسبي. هوريكم كده يا بنات هتشوفوا برضو. اهم حاجه يا بنات ان انت هتنزليها على زيت حامي، وبعد كده هتخلي النار النص، تمام، لان انت الفراخ بتاعتك مش مستويه، فانت حابه الفراخ بتاعتك تستوي من جوه وتبقى كويس، وتبقي متاكده ان هي استوت تمام كده تمام. وانا عاملاه يا بنات سميك، في ناس بيحبوه ارفع من كده، بس انا حسيت ان الحجم اللي انا عاملاه ده حلو قوي ومناسب للوصفه ديت. بصوا بقى يا بنات، تعالوا بقى نفرزوا بقى الشويه اللي احنا عاملينهم. كان عندي علبة كده يا بنات، حطيت فيها كيس تلاجة في القعر، ومليتها ما شاء الله، خدت كمية محترمة. يلا بقى استاهل لايك من ايديك الحلوة على الوصفة دي، بجد الوصفة ديت تعبتني جدا. انتوا ممكن تقولوا انت بتتعبي في ايه يا مسك، اقول لكم لو انا بعمل اكلي تمام هروح اقعد واعمل وانا قاعده، اما لو انا بصور فيديو، بصور وصفه، لازم اقعد في مكان معين واضاءه معينه، واكون بعمل وانا واقفه على رجلي. فبالله عليكم يا بنات قدروا وقفتي وقدروا تعبي. والله لو الوصفه دي فيها اي شيء او ما عجبتنيش او حسيت ان هي مش هتنفع مع متابعيني، والله ما كنت هنزلها، لان الخامات غاليه والحاجه غلت جدا، وبقى كل واحد بيعمل الحاجه وبيقول يا رب ما تبص مني ومنكم انا كمان، يعني انا واحده منكم كمان على فكره. ساعات في حاجه بتبوظ مني ببقى والله العظيم نايمه مكتئبه، فانا حرام لما انا انزل لكم حاجات زي كده غاليه وفراخ وتبقى الوصفه مش حلوه. تعالوا بقى نقطعه كده يا بنات كده مع بعض. بصوا يا بنات، والله العظيم رهيبه رهيبه، انا عايزاكم تجربوها بجد، هتعجبكم والله يا بنات. كميه محترمه كمان يا بنات، يعني انتي بصي مش هتتعبي في الصبح في السندوتشات، مع مثلا علبة جبنة ولا حاجة وطماطم وخيار، ومثلا لو عندك اي نوع فاكهة هتحطي لولادك او مش هتحطي، في كل واحد على حسب يعني المكان المحيط بيه. انا عايشة في شرم الشيخ يا بنات، فممكن يكون الناس بتبقى مهتمية شوية باللانش بوكس هنا، فانت لازم تعملي زي الناس تمام. ممكن تحت في الاقاليم ممكن ما يكونوش مهتمين قوي، انا ممكن سندوتش جبنة او خيارية او الكلام ده، فانت ممكن تتعشي بالوصفة دي، يعني مش لازم تعمليها لانش بوكس برضه، ممكن تعمليها وصفة للعشاء كمان، مع شوية مكرونة مع بطاطس محمرة هتبقى زي الفل. بصوا يا بنات، جميلة يا بنات، مكرونة متماسكة أحسن من البطاطس كتير يا بنات.
يلا بقى أسيبكم في رعاية الله مع فيديوهات أحلى وأحلى، مع السلامة.